السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا في افضل حال، والايام اللي جاية ان شاء الله تكون خير وسعادة على اصحاب برج القوس في كل العالم كله. اصحاب برج القوس حبايب قلبي، النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض التوقعات. اتمنى انها تكون توقعات ايجابية وفي نفس الوقت خفيفة على قلبكم الطيب الجميل. وقبل ما نبدأ أي شيء هنسمي الله، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. أصحاب برج القوس حبايب قلبي، بفكركم باللايك، الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس عشان يوصلكم إن شاء الله كل الجديد من قناتكم المتميزة قناة برج القوس. حبايب قلبي، عايزة بس منكم طلب إن شاء الله. عايزاكم تدعوا كده لنور بنت الأردن بالشفاء العاجل إن شاء الله يا حبايبي. ربنا يا رب يشفيها ويعافيها بأمر الله. قول اللهم أمين، قول اللهم أمين. دعوة 40 غريب طبعا بأمر الله بتزيل الهم والغم والكرب والمرض، وبتستجاب عند رب العالمين بأمر الله. لا تنسوا أختكم نور من الدعاء، انتوا هتاخدوا أجر، وهي إن شاء الله ربنا هيزيح عنها المرض بأمر الله. اللهم أمين. تشفي أختنا نور من الأردن. نبدأ مع بعض ونشوف أخبار برج القوس إيه. وغبت عنكم كتير ومعلش سامحوني. والله قراءتك بسم الله ما شاء الله، يعني أول ما نفتح كده نفتح مع بعض إن شاء الله نجاح. كلمة نجاح، يمكن نجاح بالدراسة، يمكن هتحصل كمان على شيء كان معطل بخصوص الدراسة. بأمر الله عندك شيء مفرح جدا بالنسبة للدراسة على جميع بقى الأصعدة، يعني مش في عمر معين أو سن معين أو كده، لأ، في ناس كتير معانا دلوقتي لأن طاقتها واصلة لي جدا في القراءة ديت، هم يعني كبار في السن وبس سبحان الله يعني بيكملوا تعليمهم، بيكملوا شيء معين، هدف معين يوصلوا له، وإن شاء الله النجاح لهم بأمر الله. بس ليه عندك وجع في جنبك الشمال؟ عندك وجع في الجنب الشمال. طيب، في بعض من أصحاب برج القوس بيعانوا من المياه، إنها تكون يعني المية اللي بتنزل يعني من الحنفية أو كده مش نظيفة. المية عندك يعني فيها نسبة تلوث. خلي بالكم جدا جدا، انها بتأثر عليكم صحيا، فخلي بالكم من الموضوع ده. يا ريت يعني يا ريت يبقى فيه فلتر، يعني حتى لو ما فيش امكانيات لفلتر او كده، حتى لو تغلوا المية وتسيبوها وبعدين تشربوها، هتكون ديت يعني كويسة جدا جدا ليكم. اسم محمد ظهر ليكم، اسم محمد، اتفائل بين بأمر الله. هتدعي دعوة على حد ظلمك، هتدعي دعوة يا برج القوس على حد ظلمك وهتستجاب فورا، يعني سبحان الله، يعني هو عمله بقى كده ونصيبه كده معاك، لأنه هو يعني زعلك أو أذاك أو يعني جاب في سيرتك بشكل غير طبيعي ووصلك الكلام. بس هتدعي الدعوة ديت بقى وانت زعلان جدا، هتوصل لرب العباد وهتستجاب بأمر الله. في كمان يمكن انت مجروح شوية من حد من اخواتك، يعني هما اتنين، ايا كان بقى اخ واخت، اخين اختين، هما حد من اخواتك اتنين. انت عندك اخوات تاني بس في اتنين منهم، اتنين من اخواتك دولت يعني لا اله الا الله مستكترين عليك الهوى النفس. ولادك مستكترين عليك لبسك لبس ولادك، بتضحك، بشاكين معاك فلوس مثلا، مش عايزين الكلام ده كله، كلام في ظهرك، كلام كلام كلام. سبحان الله، انت بتاخد الحسنات وهم خليهم في السيئات بتاعتهم بقى. لا اله الا الله. من حروف الاخوات ديت حرف الميم، حرف الحاء، حرف الب.
عندك نصرة من الله، عندك نصرة من رب العالمين، عندك مبلغ سبحان الله يعني هيهبط عليك من السماء كده، مبلغ كده يعني مش هيهبط عليك يعني، هو يعني بالمعنى كده هيجي نازل من السماء، لا هو طبعا هيجي من عند رب العالمين. طبعا ربك قادر على كل شيء، يعني هو اللي هيبقى، ربنا هيكون ان شاء الله هو المقدر، وهيكون فيه سبب لنزول المال ده عليك. يعني أشخاص بأمر الله هتدخل معاهم في حاجة، أو كان ليك عندهم شيء، أو هيتفتح لك كده باب رزق كبير جدا جدا. المهم يعني إن في حاجة حلوة جدا جدا فيها مال بأمر الله هتكون بين إيديك، مش حلم، لا هيكون واقع بأمر الله. تقولوا لي انت بتقولي على طول وبتغلطي وكده بقى، معلش، هي بس في حاجات يعني كده ايه، مسيطرة النهاردة على القراءة جدا يعني. فأنا كل اللي هقوله النهاردة بأمر الله هو موجود فعلا. طيب لا إله إلا أنت. نفسك مشروعك يكمل، انت يعني عندك مشروع ونفسك ان هو يكمل. طيب هنشوف، بس هنشوف هو هيكمل خطوتين، لا خطوة واحدة بس. ان شاء الله مشروعك فاضل له خطوة واحدة بس، بأمر الله مشروعك هينجح ان شاء الله، هيكمل، وهتشوف ثمرة نجاحك في مشروعك ده بأمر واحد أحد. تعبت عليه جدا جدا، بقالك فترة كبيرة كبيرة يعني، وانت بتسعى للمشروع دوت وبتكمله، وبتكمله بإيه بقى يعني، ما خليتش جهد عندك ولا مال ولا أي حاجة، كله راح في المشروع ده. بس خلاص انت فاضلك خطوة واحدة ويكمل مشروعك على خير بأمر الله. في مشكلة قضائية كده انت بتسعى لحلها، مشكلة قضائية انت بتسعى لحلها وهتتحل، هتتحل يعني. بص عندك ان شاء الله، عندك تغيرات كتيرة كبيرة، انت دموعك على خدك، سواء فرحان سواء زعلان، انت دموعك على طول على طول سابقة كل شيء. والله انت طيب ودموعك طيبة، انت طيب يا برج القوس، ودموعك غالية وطيبة. واللي يقدر دموعك دي شخص يعني، مش اي شخص. اللي يقدر دموعك ديت ويمسح لك دمعتك دي مش اي شخص، مش اي شخص تأتمنوه، مش اي شخص تثقوا فيه. دموعك غالية جدا، يبقى لازم اللي يمسح دموعك ده يكون غالي جدا جدا ويكون انسان طيب. انت عاوز تغير المكان بتاع اقامتك في البطاقة بتاعتك او اثبات الشخصية اللي يخصك، ماشي. هو المفروض كان اتغير من فترة، بس انت يعني مكسل، انت مكسل. كمان في بعض من اخواتنا دلوقتي موجودين معانا اللي هم انفصلوا، يعني حصل فعلا طلاق. يعني بطاقتك عايزة برضو تغيريها من متزوجة لمطلقة، بس برضو انتي سهيتي عليها وعاوزة تنجزي كده وتخلصي على طول، تغيري يعني بدل متزوجة تعمليها ايه مطلقة. ما تزعليش ولا تحزني، ربك ان شاء الله شايل لك حاجة احسن بأمر الله، شايل لك حاجة احسن ان شاء الله. انت طيب جدا جدا يا برج القوس، وشفت كتير وعانيت كتير وقسيت كتير وظلموك كتير قوي، يعني اللي ظلموك في حياتك بالأسحار والأعمال والتفرقة والمشاكل، وياخدوا ورثك وياخدوا حاجتك وياخدوا عفشك ومالك ويحيروك ويكرشوك من بيتك من مكانك، وبعد ما تبقى قاعد في ملك تبقى قاعد في إيجار، كل ده عند ربنا ما تخافش والله متشال في خانة كده يعني، خانة حلوة جدا جدا. ما تخافش، ربك ما بينساش، ربك ما بينساش ابدا ظلمك. ان شاء الله ان شاء الله هيبان في اللي ظلموك بامر الله، الظلم اللي وقع عليك منهم هيبان فيهم. بس بقى هتبقى الضربة قوية جدا جدا، وقول يا رب، وقول يا رب. عندك رقم 20،
طب رقم 20 مهم جدا وهتتفائل بيه، وهيحصل لك حاجات كتيرة قوي قوي في رقم 20 ده. لو هو مال، هيبقى مثلا ال20 دي يبقى جنبها مثلا اصفار كتير بأمر الله. لو هو يوم 20 هيبقى يوم مهم برضو، هيبقى فيه حاجة تفرح قلبك وتطمن قلبك. لو انت عاوز تطمن على شيء، هيجيلك البشارة ان شاء الله. يعني ليلة 20 هيجيلك فيها البشارة بأمر الله. انت بتطلب الفرج من رب العالمين، بتطلب الفرج، بتقول يا رب، يا رب افرجها، يا رب افرجها. كلمة يا رب ديت والله ربنا بيحبك، عاوز يسمعها. يعني دايما قولها، دايما قولها، قول يا رب الفرج من عندك يا رب. اطلب دايما الفرج من رب العالمين، اطلب دايما الفرج من رب العباد، وربنا ان شاء الله هيفرجها عليك فرج كبير جدا جدا جدا. هتحلم بحد ميت، شخص ميت، يمكن كنت انت مرتبط بيه، يمكن كان مثلا ابو اولادك توفى، او شخص انت كنت تعرفه، بس مش هيتكلم خالص في الرؤية او في المنام ده. مش هيتكلم، بس انت هتقوله في شخص ظالم، انت قويته او انت ساعدته انه يظلم او حاجة من ديت. بس هو في ان شاء الله هيجيلك مرضية من الميت ده، هيعطيك حاجة في المنام ده بأمر الله. وطبعا عطية الميت حلوة جدا. الشريك خاين لئيم، لا تسامحه ولا تصدقه، هو خسرك، وخسرك للأبد، وهو الخسران، وهو الخسران. اوعى تندم ان انت يعني ما ساعدش للصلح، او ما جريتش عليه او الكلام ده كله. لا، هو انسان لئيم جدا جدا، خبيث، كذاب، كان بيكذب عليك في حاجات كتيرة جدا جدا، وانت من طيبتك كنت بتصدق او انت يعني كنت عامل نفسك اللي انت بتصدق عشان عايز تعيش، ولكن هو خاين العيش والملح. طيب في تعويض ان شاء الله بشخص تاني او بإنسانة تانية. ربك ان شاء الله يعني هتبقى صدفة، ممكن عن طريق تواصل، ممكن عن طريق رقم غلط هيجيلك. المهم حد كده ان شاء الله يعني هيسمع صوتك او تسمع صوته، هيبقى فيه ان شاء الله يعني اعجاب، هيبقى فيه كده حاجة من عند الله بقى، روحانيات هتبقى في الموضوع يعني ان شاء الله. قولوا يا رب. برضو ناس مستكترة عليك عيشتك برضو، يعني كده مرتين، الإخوة والناس ديت ناس مستكترين عليك كل حاجة، والله مستكترين عليك كل حاجة، وربنا يكفيك شر عينيهم، لأن عينيهم وحشة جدا جدا، عينيهم وحشة، عينيهم وحشة جدا جدا. خلي بالكم وحصنوا نفسكم، ودايما كده تذكروا الله. آه طيب يعني المفروض ان انت الايام دي تستعمل البخور على طول، تستعملوا البخور على طول بأمر الله. في نوع خشب معين كده لازم تجيب منه قطعة، هي بالمتر المكعب كده، وتتحط على البخور دوت. آه، لأن عندك حاجة يعني حاجة معطلة حياتك جامدة وكبيرة، مؤثرة عليك جدا جدا. في ناس هنا دلوقتي في القراءة دي كان معاها فلوس كتيرة جدا جدا وراحت، بس ما راحتش ان انت خسرت شيء في مشروع وخلاص الحكاية دي. لا 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 لا، في تدخل كده ايه من بشر، يعني
سعهم لشيء معين، مش ينفع أذكر طبعا إيه الشيء. واستهدفوك عن طريقه، استهدفوك عن طريق الشيء ده. مش هفسر أكتر من كده، ما ينفعش يعني على العام كده. أصحاب برج القوس حبايب قلبي، أتمنى يا رب إن شاء الله كل السعادة ليكم وكل الفرح ليكم. ما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي، عايزين نرفع الفيديو بقى كده باللايكات حبايب قلبي. أنا عارفة جيش برج القوس جيش قوي جدا جدا، قوي جدا جدا، وعايزين لايكات كتير عشان الفيديو بقى يوصل لأكبر عدد وكل الناس إن شاء الله تستفاد منه. أحبكم جدا جدا.